اهلا بكم معايا في قناة نوجة الكروشيه. النهاردة هننفذ مع بعض. شايفين الغرزة الجميلة دي اهي؟ هنعملها النهاردة مع بعض خطوة بخطوة، سواء كانت شنطة او سواء كانت منظم زي ما احنا شايفين اهو. منظم ميك اب فرش، شكله جميل جدا وشيك. لو بتحطيه او انت عروسة هتحطيه على التسريحة بتاعتك، شكله جميل جدا. ولو عايزة تعملي شنطة اهو بنفس الطريقة دي. هنعمله النهاردة مع بعض خطوة بخطوة. بس من فضلكم اللي لسه اول مرة بيشوف القناة بتاعتي ينزل يعمل اشتراك في القناة ويفعل زر الجرس ويدوس على علامة الكل عشان يوصلوا كل الفيديوهات الجديدة اول ما بتنزل على القناة اول باول. مستنية تعليقاتكم الجميلة. لو عجبكم الفيديو النهاردة ما تنسوش تقولولي بتشوفوني من انهي بلد. يلا بينا نبتدي ونشوف هننفذ الفكرة الجميلة دي ازاي النهاردة مع بعض خطوة بخطوة. يلا بينا. هنستخدم خرز مقاس 14 وهنستخدم خرز مقاس 8، وطبعا هستخدم خيط مقاس 6. تمام. اول حاجة هنعمل ايه؟ هنحط 6 خرزات من الكبار. هنتفق اللي هو مقاس 14 هنقول عليه كبير، ومقاس 8 هنقول عليه الصغير. هنحط 6 خرزات من الكبار. تمام. هنوسطن الخيط اهو، وهنرجع في اخر خرزة عشان هنعمل العقد. هنسحب كده. تمام. وندخل الخيط التاني جواه اهو، وهنشد كده وندخل العقدة جوه الخرزة. تمام بالشكل ده كده. بعد كده هناخد طرف اللي هو اليمين ده هنحط فيه خرزة من الكبار. تمام اهي. الخرزة دي هندخلها جوه هنا. شايفين اهي الخرزة حطيناها اهو في الطرف اليمين، هندخلها جوه هنا وهندخل بالخيط في الثلاث خرزات دول. تمام. هوريكم اهو. هندخل هنا وفي اللي جنبها، وهندخل كمان في الكبيرة دي اللي طالع منها اصلا كان الخيط. تمام اهو بالشكل ده كده اهو. تمام. هنعمل بقى غرز سداسية. غرز سداسية ازاي؟ الخيط عليه خرزة. الطرف اليمين هنحط 5 خرزات. هنبدأ بإيه؟ واحدة صغيرة، كبيرة، صغيرة، كبيرة، صغيرة. تمام كده. كام؟ 1 2 3 4 5، وفي واحدة هنا الغرزة دي السداسية 6×1. تمام. وهنرجع في الخرزة الصغيرة وهنسحب الخيط التاني اهو. بعد كده الخيط اللي تحت هنحطه في الخرزة الكبيرة اللي عليها الدور اهو كده. تمام. وفوق هنحط فيه كبيرة، صغيرة، كبيرة، صغيرة. تمام كده اهو 4 خرزات، وعندنا هنا 2 يبقوا 6. وهنرجع في الخرزة الصغيرة وهنسحب الخيط التاني. تمام اهو بالشكل ده كده. برضو الخيط اللي تحت هنحطه في الخرزة اللي عليها الدور، الخرزة الكبيرة دي أهو. بعد كده زي ما عملنا
هنحط 4 خرزات، اولهم الخرزة الكبيرة، كبيرة، صغيرة، كبيرة، صغيرة. وده هيبقى نفس الترتيب لغاية اخر الدور. هنحط كبيرة صغيرة كبيرة صغيرة، وهنرجع في الصغيرة ونسحب الخيط التاني. هنكمل بنفس الطريقة. الخيط اللي تحت هنحطه في الكبيرة، والخيط اللي فوق هنحط كبيرة صغيرة كبيرة صغيرة، وهنقفل في الصغيرة. وهكمل كده لغاية ما اجي عند اخر جرزة، وهرجع لكم تاني. زي ما احنا شايفين كده وصلنا لاخر الدور. الخيط طالع من الخرزة دي، الخيط اللي تحت هندخله في الخرزة الكبيرة دي، وكمان في الخرزة الصغيرة اللي جنبها. تمام، يبقى كده الخيط طالع من الثلاث خرزات دول. في اليمين هنحط كبيرة، صغيرة، كبيرة. هنقفل، شايفين؟ بعد كده هنكمل الدور ده بقى. شايفين الخيط طالع من الخرزة الكبيرة دي، هندخله كمان في الخرزة دي اهو. الخيط الشمال هندخله في الخرزة اللي جنبها، هيبقى طالع من الخرزتين الكبار اللي جنب بعض اهو، شايفين؟ والغرزة دي هتبقى سباعي على 2. سباعي يعني فاضل على الغرزة دي 5. يبقى في اليمين هنحط صغيرة، كبيرة، صغيرة، كبيرة، صغيرة. 1 2 3 4 5. تمام. هنرجع اهي، في طرف بقى اطول من طرف، يبقى هنعمل عكس عكاس اهو. هندخل الطرف التاني عكسه عشان نقلب الخيط اهو. هندخله كده عكس بعضها. طبعا انت لو عندك الخيط عادي هتعمليها العقدة عادي. شايفين كده اتقلب الخيط، بقى الطويل هو اللي فوق. تمام. بعد كده الخيط اللي تحت هنحطه في الخرزة الصغيرة اللي عليها الدور. تمام. والخيط اللي من فوق هنحط فيه 2 صغيرين. الخيط اللي من فوق هنحط 2 صغيرين. هنرجع الخرزة الصغيرة وهنشد الخيط التاني. تمام، زي ما احنا شايفين كده. الخيط اللي من تحت هنحطه في الخرزتين الكبار اللي عليهم الدور اهو، دي واللي جنبها. والخيط اللي من فوق كده بقى معانا 3 على الخيط. الخيط اللي من فوق هنحط فيه 4 خرزات. هنبدأهم بالكبيرة، صغيرة، كبيرة، صغيرة. وهنقفل في الصغيرة
ونشد الخيط التاني بالشكل ده كده. بعد كده الخيط اللي من تحت هنحطه في الخرزة الصغيرة دي اللي عليها الدور، وفي الخيط اللي فوق هنحط خرزتين صغيرين. هنقفل اهو. هنكمل الخيط اللي تحت هنحطه في الخرزتين الكبار اللي عليهم الدور، ركزوا معايا عشان هنكمل بقية الدور بنفس الترتيب اهو. وفي الخيط اللي فوق هنحط 4 خرزات، اولهم خرزة كبيرة كبيرة صغيرة كبيرة صغيرة اهو. هنرجع هنسحب الخيط التاني اهو زي ما احنا شايفين كده اهو. الخيط اللي من تحت هنحطه في الخرزة الصغيرة اللي عليها الدور، واللي من فوق هنحط فيه خرزتين صغيرين اهو كده. هنسحب اهو. هنكمل بقى الخيط اللي من تحت هنحطه في الخرزتين الكبار، وهنحط في الخيط اللي من فوق خرزة كبيرة صغيرة كبيرة صغيرة تمام. وهنكمل لآخر الدور زي ما احنا شايفين اهو. وصلنا لآخر غرزة في الدور، الخيط طالع من دي، فهنحط الخيط اللي تحت في الخرزتين التانيين الصغننين اهو، والخرزة اللي جنبها دي بقى. الخيط طالع من الثلاث خرزات دول، هنحط خرزة صغيرة في الخيط اليمين، ويبقى كده الدور خلص اهو اهو زي ما احنا شايفين كده. وبدأ الجزء ده كده زي ما احنا شايفين يلم اهو. اوضح لكم الخيط اليمين ده هنحطه في الخرزة الكبيرة اللي قبله. بعد ما حطينا اليمين في الخرزة دي، الشمال هنحطه في الخرزة الكبيرة اللي على الناحية الشمال، ويبقى الخيط كده عليه 3 خرزات. اوريهولكوا اهو. شايفين الخيط طالع من ال3 خرزات دول، دي ودي ودي. هنحط كام؟ هنحط في اليمين 5 خرزات. هنبدأ بايه؟ هنبدأ بالصغير، صغير كبيرة صغيرة كبيرة صغيرة. حطينا 5 خرزات، بدأناهم بالصغير ونهيناهم بالصغير تمام اهو. هنرجع في الخرزة الصغيرة، هنسحب الخيط التاني تمام اهو زي ما احنا شايفين كده. بعد كده اهو الخيط اللي من تحت هنحطه في الخرزة الصغيرة اللي عليها الدور تمام. يبقى الخيط طالع من الخرزتين دول، هنحط في اليمين خرزتين صغيرين
اليمين خرزتين صغيرين. نسحب الخيط. بعد كده الخيط اللي تحت هنحطه في الخرزة الكبيرة دي، والخرزة الصغيرة اللي جنبها دي، وفي الخرزة الكبيرة اللي جنبها. يبقى الخيط طالع من الأربع خرزات دول. نعدل كده. يبقى الخيط طالع من الأربع خرزات دول، الصغيرة دي والكبيرة والصغيرة والكبيرة، هنحط عليهم 4 خرزات كمان. تمام، اللي هي كبيرة صغيرة كبيرة صغيرة. يبقى في اليمين هنحط كبيرة صغيرة كبيرة صغيرة اهو. نسحب. بعد كده الخيط اللي تحت هنحطه في الخرزة الصغيرة دي. هنحط في اليمين 2 من الصغير، 2 من الصغير في اليمين. بعد كده الخيط اللي من تحت هنحطه في الخرزة دي والصغيرة والكبيرة اهو، الكبيرة والصغيرة والكبيرة. وفي اليمين هنحط برضو 4 خرزات زي ما قلنا. تمام، كبيرة صغيرة كبيرة صغيرة كبيرة صغيرة كبيرة صغيرة. هنقفل في الصغيرة. الخيط اللي من تحت هنحطه في الصغيرة اهو، الخيط طالع من دول. في اليمين هنحط خرزتين، خرزتين صغيرين اهو. بعد كده الخيط اللي تحت هنحطه في ال3 خرزات دول، وهنكمل كده بقى اهو. هعمل معاكم اخر غرزة، وادي الصغيرة دي والكبيرة اللي جنبها. وفي اليمين هنحط 4 خرزات، اولهم كبيرة صغيرة كبيرة صغيرة كبيرة صغيرة كبيرة صغيرة. هنكمل الخيط اللي تحت هنحطه في الخرزة دي، وهنحط في اليمين خرزتين من الصغيرين، وهكمل لآخر الدور.
زي ما احنا شايفين كده الدور خلص واخر غرزة اهي. الخيط طالع من دي، هنحط الخيط اليمين او اللي تحت سوري في الخرزة دي وفي الخرزة دي اهو، والخيط اليمين هنحط فيه الخرزة صغيرة اهو. يبقى كده قفلنا الدور اهو. الخيط اليمين هنحطه هنا والشمال هنحطه هنا اهو. وهنحط في اليمين صغير كبير صغير كبير صغير، 5 خرزات. هنرجع في الصغيرة اهو، هنحط اللي تحت في الخرزة اللي تحت دي اللي هي الصغيرة اهي، واليمين هنحط 2 من الصغير. هنكمل بنفس الطريقة بقى عدد الأدوار اللي احنا عاوزينه. مش عايزة اطول عليكم الفيديو، بس هعمل معاكم الغرزة اللي ورا دي عشان دي اللي هنستمر عليها اهو. هنحط الخيط اللي تحت في دي ودي ودي، وهنحط في اليمين كبيرة صغيرة كبيرة صغيرة. تمام. هكمل كده لغاية ما اوصل للادوار اللي انا عايزاها وارجع لكم نشوف عملنا ايه. زي ما احنا متفقين لو احنا هنعملها منظم هنقف عند الدور اللي احنا عايزينه. يعني احنا لو عايزين نعملها لغاية الدور ده خلاص هنقف عند الدور ده. انا كملت عشان لو حابين نعملها شنطة ونخليها على قد الموبايل مثلا. تمام. ولو حابة تكبري برضو بتزودي في الادوار. دلوقتي هنعمل في الغرزة دي، شايفين الخرزة الصغيرة اللي في النص دي هنعمل عليها غرزة رباعية عشان تدي شكل كده، عشان لو هتعملي لها شنطة. تمام. هنقطع جزء من الخيط اهو، هنحطه هنا كده اهو، هنوسطن الخيط. هنحط في جنب خرزتين اللي هو الصغير. لو مش حابة تعملي الخطوة دي مفيش مشكلة، وقفي كده عادي. بس عشان اغلبية الصور اللي هي بتيجي للشنطة دي بيبقى فيها الخرز او الخطوة دي. تمام اهو. هنرجع في الجنب اللي فيه 2، هنسحب الخيط التاني اهو، شايفين. بعد كده هنحاول نعدي بقى بالخرز كده لغاية ما نوصل عند الجرزة اللي هي هنا دي اهو، وهنعدي الخرزة دي الكبيرة دي. تمام. وكمان الجنب التاني هندخل في دي كده، وهندخل في الخرزة الكبيرة اهو. تمام اهو. عدينا الجنبين، هندخل هنا كده في الخرزة دي اهو، وهنطلع للخرزة الكبيرة دي. تمام. وكمان الجنب التاني
هنعدي في دي اهي اهو، وكمان في الكبيرة اهو، وهندخل واحدة هنا كده اهو عشان يبقوا عكس بعض اهو. شايفين اهي بقت كده. هنحط 2 في طرف وواحدة في طرف اهو، 2 في طرف وواحدة في الطرف التاني. زي ما قلت لكم، لو مش حابين الخطوة دي انا بس يعني عرفتها لكم عشان لو حابين تعملوها. شايفين اهي بالشكل ده كده، زي ما احنا شايفين كده اهو. هعمل معاكم اخر واحدة عشان ما فهمش التانية اهو. عملنا الجرزة دي، هنعدي الخيط اليمين ده في الجرزة دي، في الخرزة دي، في الخرزة اللي جنبها دي اهو. عديناها اهي، طلعت من الخرزة الكبيرة دي. والجنب التاني هنحطها في دي اهي، وكمان في الخرزة الكبيرة دي اهو. وهنعديهم الاتنين من الخرزة دي نطلعها من الخرزة الكبيرة اللي هناك. ودي كمان اهي نطلعها من الخرزة برضو الكبيرة اهو. وجنب منهم هنحطه كده هنا اهو. تمام اهو كده. هنحط 2 في اليمين وواحدة في الشمال. وهنقفل بقى في الجنب اللي فيه 2 اهو. شايفين اديت لها شكل ازاي اهي. هنبتدي بقى نتوه الخيط ونربطه اهو عشان نبتدي نعمل الايد لو هنعملها شنطة. زي ما احنا شايفين كده خلصنا الجزء ده كده. لو انت عايزاه منظم هنقف عند الجزء ده تمام. ولو انت عايزاه شنطة هنيجي هنا عند الجرزة اللي في النص دي، وهنبتدي نعمل الايد اهي. هندخل الخيط، خيط طويل هندخله في الخرزة دي ونوصل الخيط تمام. هندخل خرزة صغيرة في الاتنين مع بعض تمام. واحدة كبيرة، 2 صغيرين. طبعا الترتيب ده على حسب ما انتوا ترتاحوا له اهو. بعد كده واحدة كبيرة، بعد كده 2 صغيرين. هخلص كده طول الايد اللي انا عاوزاه وهرجع لكم تاني. زي ما احنا شايفين كده انا حطيت الترتيب اللي انا عاوزاه، وهنيجي اهو قصادها شايفين عند دي كده، وهندخل الجرزة عكس عكاس كده
وهنحط دي عكسها زي ما احنا شايفين كده. عملناها اهو عكس عكاز. هندخل في بقية الخرز. هندخل في بقية الخرز هنا وهنا وهنربطه ونتوهه بين الخرز زي ما احنا شايفين كده اهو. ثبتناها وكده. لو هتكون شنطة اهي. يا رب يكون الفكرة النهاردة عجبتكم وقدرت اوصلها لكم بسهولة. اللي عجبه الفيديو النهاردة ياريت يعمل اشتراك في القناة ويفعل زر الجرس ويدوس على علامة الكل عشان يوصلوا كل الفيديوهات الجديدة اول ما بتنزل على القناة اول باول. مستنية تعليقاتكم الجميلة. لو عجبكم الفيديو النهاردة ما تنسوش تقولولي بتشوفوني من انهي بلد. باي باي.